ده مينامين، ده بيخش برضو الدشوش. ده مينامين عادي خفيف شويه، الكيلو فيه ب 140. احنا هنا في منبع المينامين. تمام. بصوا بقى الاشكال دي مثلا، حاجات زي كده. تمام. الخشابي بقى كلها، هو الخشابي. بصوا يعني، بصوا ده المسلطع الغويط ده بكام؟ ده 120 برضه؟ 140 الكيلو، ب 140. بصوا ده الكيلو ب 140. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. اهلا بكل الناس اللي نوروني وشرفوني، نورتوا الدنيا كلها. عايزه اقول لكم ان احنا النهارده لاول مره في مستورد. مستورد يا جماعه دي على الطريق الدائري، نزله مستورد. بتنزلوا نزله مستورد وبتمشوا شويه كده في الطريق وتعدوا الكوبري، وبعد الموقف بتخش سوق كبير قوي 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 للادوات بقى المنزليه وكل الرفايع اللي تخطر على بالكم. سوق كبير جدا. بس انا بقى ما رحتش السوق، انا رحت الشارع اللي قصاده على طول، اللي هو منافذ المصانع. يعني منفذ بيع، رحت منفذ بيع الحوت، مصنع الحوت اللي انا فيه دلوقتي بتاع المينامين. رحت منفذ اللي جنبيه منفذ بيع بتاع الكراسي مثلا، مصنع تاني. رحت جنبيهم منفذ بيع الهلال والنجمة الذهبية. ففي ناس بتروح الأسواق اللي هو قدامه، في سوق كبير جدا بتاع أدوات منزلية وكل حاجة تخطر على بالكم موجودة في النزهة وفي كل حتة هتلاقوها هناك. بس أنا بقى رحت منافذ البيع اللي أنا فيه دلوقتي، منفذ البيع. طبعا ده منفذ بيع الحوت اللي هو للمنامين فقط. عنده كل أنواع المنامين، عنده بالكيلو. عنده زي ما شفتوا كده بيبدأ من 140، 120، 140 لحد 220 جنيه. 220 جنيه بقى أعلى حاجة. بتخش بقى الميكروويف والدوش ووشر وكل حاجة. تمام. فأي حاجة بتجيبوها بالكيلو، وانتوا طبعا وزي ما انتوا عايزين يعني. وعندهم أطقم، وعنده كمان بره. اما اسيب لكم الصوت دلوقتي، عنده زي بواقي بقى ايه الشغل كله. بيعملوا مثلا ب 100 جنيه، واخدين بالكم؟ بواقي الشغل مثلا خدت منه برضو، لقيت منه اطباق كتير وحاجات حلوه قوي، وسرفسين كده للرز وبتاع. طب انت عايزه تجيبي مينامين ليه يا سوسو؟ هقول لكم ليه. انا عندي مشكله بقالها فتره في حكايه تكسير الاطباق دي. ما اعرفش ليه البنات بيحطوا بتاع الحاجات في المطبقيه على بعض فبتتكسر الاطباق. فاكتشفت ان انا كسر من عندي اطباق كتير جدا الفتره اللي فاتت. فقررت اجيب منامين واريح دماغي، وجبت صينيه كبيره حلوه كده مدوره، وطبعا في صواني مربعه ومدوره برضو اشكال والوان بصراحه جميله جدا. وجبت كمان يا بنات من عندهم اطباق للغرف. وجبت اطباق صغيره كده اللي هي ممكن تحط فيها سلطه، تحط فيها رز بلبن، يتحط فيها خشاف، يتحط حلويات يعني. وبس ما ايه، بس مش هحط فيها شوربه، مع انه قال لي حط سخن، بس انا مش هحط سخن فيها. انا عايزاه الحاجات الايه، الحاجات دي الغرف ده، واخدين بالكم؟ فبجد محل جميل جدا هيعجبكم قوي. ولو انت عايزه تجيبي حاجات من المنبع، عايزه برضو الناس عايزه تاكل عيش، فاتحه مشروع، روحي هناك. روحي هناك وانت مغمضه وهتدعي لي. هناك هتلاقي منابع المصانع. في بقى هتلاقي في المنامين، وفي شفت كمان في الصيني، وشفت كمان في الاركوبال. بس ما الصيني والاركوبال اتفرجت بس وما ما صورتش. فاهميني؟ انا كنت عايزه اجيب منامين، جبت دول. هوريكم دلوقتي دول من الكيلو اللي هو ب 100 جنيه. كل دول الكيلو ب 100 جنيه، بواقي الشغل، واخدين بالكم؟ فنقيت منه كام حاجه كده، السرفسين للرز، للغرف كده يعني. ممكن تجيبوا حاجات للصوصات، للسلطات. انتوا عارفين بقى رمضان ايه، اللي ناقصها اطباق، ناقصها حاجة، تجيب بقى من هناك حاجات حلوة جدا. ولو عندها مثلا اطفال بتخاف على الحاجة تتكسر، هتبقى لطيفة جدا وفيها الوان واشكال يعني. الصواني برضو حلوة قوي قوي. صواني بقى للعشاء،
صواني تبقى عندِك كده صواني كبيرة تقدّمي عليها في منتهى الشياكة في كل الأحجام. تمام، هاسيب لكم بقى الصوت هنا شوية وفي حاجات لرمضان جميلة أوي. شوية الكيلو فيه ب140، إحنا هنا في منبع المنامين. تمام، بصوا بقى الأشكال دي مثلًا حاجات زي كده. تمام، الخشابي بقى كلها، هو الخشابي بصوا، يعني بصوا ده المصلصع الغويط ده بكام؟ ده 120 برضه؟ 140 الكيلو ب140. بصوا ده الكيلو ب140. وريهم اشكال امان. ده كله يا ستي 140 ان شاء الله. على ده بنخش من فوق. وده برضو الاشكال دي كلها ب140. وريهم اللي هو ده يا ماما، اللي هو ده 140. عندهم اشكال حلوه قوي. 140 تركي، الموديلات دي تركية. 140. بس ده مثلا السلطة كده الحاجات الباردة. يقولوا الكيلو يفكر القطعة. الكيلو ب140 ما هم عارفين اهو. ماشي، والصواني برضه 140 برضه؟ الكيلو ب140. يعني الصينية دي تعمل لها قد ايه كده؟ الا الصينية ب150 الكيلو. اشكالها تجنن. اشكالها حلوة قوي، جميلة جدا. الحاجات كلها هنا. كلها تمسكي بقى كده ايمان انت بالحركة اللي بتعمليها. الكيلو بقى التاني ده اللي هو ده ب 220 اللي انا كنت جاي اخده. ده مايكروويف ودوش واشر وكل حاجه يا جماعه ب 220. انا وزنت 4 اطباق غواط عملوا 800 جرام، عملوا حوالي 180 جنيه حاجه زي كده صح؟ ايوه مش هدفع فلوس، لازم تبقى ذاكرتي حلوه. احنا هنا في المنبع يا جماعه، احنا هنا في نزلة كوبري مستورد، سوق مستورد للأدوات المنزلية. بيوزعوا كل مصر، انتوا هنا في المنبع. السيرفيسات حلوة دي. دي حلوة دي للسلطة في رمضان كده ما بين الأطباق، جميلة جدا. حلو برضه. السرفيس البيضاوي ده جميل برضه. اشكال والوان يا جماعه، عندهم بولات. واللي هناك ده بكام البولات دي؟ ده شغل فنادق. الكيلو ب165 اللي هو الساده ده. طب ده يستحمل يعني سخن ولا ايه؟ قول. ما هو ماشي، انا عارفه ان هو ما بيتكسرش بس احط سخن. طب ده انت قلت كيلو بكام؟ قلت كيلو بكام منه؟ 165. لا قلت 165، هي 165 خلاص. هات لنا 4 سرافيس منه يا امان. ده حلو ده يا امان في الغرف صح؟ ولا ناخد من كده 4؟ ما انا بحب عشان ما بحبش حاجات الترندي الموضه، ما هو مدي على لونه. ما انا عارفه. ده للغرف فقط صح؟ تمام. طب وزلنا دول؟ خلاص يا عم عرفنا انه ما بيتكسرش. حلو قوي. بس ده بيخش بقى الميكرويف لو خف. عاملين كام؟ نعم. مش انا عاملين كيلو لا 800 جرام برضو. لا ده ايه ده؟ الحوت وهو الحوت للمنامين. والله العظيم جايه له صدفه عشان اجيب حاجات ليا انا. عامل كام؟ 234. 200 420 جرام. كيلو 420 جرام ماشي. على 165. على 100 ديل او ترجيع مفيش قد مشكله. من المعلم نفسه. تحت امرك. نورت. من استاذ مجدي. حضرتك مجدي؟ نورت ان شاء الله. من الحاج مجدي يا جماعه لطفي. نورتونا. علم من اعلام المستوردين. نورتونا يا فندم، نورتونا. هتاخدي الغويط ده هي امان اللي هو الغويط
مش عايزينهم دول، احنا هناخد دول اللي هم المسطح ده، وناخد ايه تاني، ناخد حاجات للغرف يا بنات. خد مثلا فين، ايوه كده، عشان مش في ناس ما شاء الله. خديها كده وكده يا امين، شكله مختلف. بصوا يا جماعه، بصوا يا بنات، ده الكيلو ب 100. بس اللي هو بيبقى فيه ديفو اكيد بسيط. ديفو حاجات بسيطه جدا. ما عشان لازم نبقى صراحه يعني. بواقي يعني ما فيهوش ديفوات ولا ايه؟ اللي هو كويس خالص، هو قدامك يبقى بواقي مش مكرر. بقول لك بواقي مش والله. عامل ازاي ده فوق حلو ده، شاطر. بص المجموعه دي برضه المجموعه دي برضو اللي وراه الكيلو ب 100 جنيه برضو بواقي شغل. طب ما قلتليش ليه من الاول عليهم دول حلوين؟ الموضوع كبير يعني. ايوه يعني ده حلو ده قوي. سيرفيس السمك ده برضه كيلو ب 100 جنيه، طلع بقى ب 10 جنيه تقريبا. اللي هو سيرفيس السمك اللي ورا ده، طلع بقى ب 10 جنيه. القطعه فيه ب 10 جنيه يا جماعه. كل ده من مين يا جماعه؟ سيرفيسات دي حلوه، ممكن تبقى ب 7 8 جنيه ما فيهاش غلطه. ما بيقول لي بواقي. ناخد من هنا يا امان بقى، صح؟ ناخد حاجات من هنا للسلطه. الصينيه بغدا ممكن تقف عليكي اللي هي اصلا ب 150 جنيه. وريها لي، بس وري لها السلطانيه. في بواقي عنده يا جماعه، خلي بالكم يعني، اللي عايزه تيجي تاخد حاجات حنينه تاخد برضو. يعني انا هنقي منها دلوقتي. يعني مثلا دي ب 50 جنيه بواقي قومه عنده، فاهمين؟ درجه اولى بس بواقي، يعني هي بواقي، واخدين بالكم؟ طب احنا ممكن ناخد، بصي ده يا ايمان، بصي الطبق ده بس هو مش مضاد، ايه ده؟ هو شكله كده، فاهمه؟ طيب بصي احنا ممكن ناخد ده، ايه رايك؟ لا ده عنه ماشي صح. كده كده هتعملي شوربه لا مش هحط حاجات سخنه بصراحه، بخاف. لا ودي بواقي برضو، لا دي تقوم. دي تقومه كامله. طيب يبدا من 750 جنيه. ماشي، هناخد من ده اهو كده. حاجه سخنه عادي خالص. دول مثلا 6، تمام. والسرفيس ده ناخد 2 من ده، سرفيس رز كده، ماشي. حاجه زي كده. بس حلو ده، ناخد دي للرز ده حلو للرز. ده منفذ بيع مصنع الحوت للمنامين، الوحيد اللي كان بيبيع بالكيلو تقريبا، قليل قوي اللي كانوا بيبيعوا بالكيلو، بس هو عنده بالكيلو زي ما انتم شايفين. بيبدأ كده عنده من اول 100 جنيه اللي هو كان البواقي ده، لحد اغلى حاجه عنده ال 220 جنيه. انا جبتها لكم كلكم، كلهم جبت لكم ب 100 جنيه، جبت لكم ال 165، جبت لكم ال ب 220، والصواني عنده ب 150. خدت منه صينيه ب 150 حلوه كبيره. جنبيه على طول اللي هو كنت رايحه له اساسا بتاع الكراسي ده، برضو منفذ بيع مصنع كراسي. الكراسي برضو حلوه قوي هناك، قوي 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 يعني، من هنا لبكره. لو انت عايزه تجيبي كرسيين بقى للبلكونه قبل رمضان، عايزه تجيبي حاجه، عايزه تجيبي ترابيزه بلاستيك، هتلاقي هناك حاجات حلوه قوي قوي. الكراسي بتبدا من 140 جنيه لحد 300 جنيه، تمام. ده الكراسي اشكال بقى والوان يا بنات، وجميله قوي، في التقيل وفي الاشكال وفي المفرغ، وفي حاجات حلوه قوي، في الوان كمان، الاسود وال واللي هو الجري والبني. وبقى جنبيه بقى منفذ بيع الهلال وايه والنجمه، ده بقى عسل، ده كنز كده. تخشي دخلت بصوا ما كنتش عايزه اخرج. اولا هلال والنجمه حاجه محترمه جدا. البلاستيكات عنده جميله جدا، عنده رفايع حلوه قوي، عنده حاجات رمضان. هتلاقوا الحاجات اللي والله بجد هتشوفوا الحاجات اللي بره، هتلاقوها مثلا ب60، عنده هتلاقوها بايه، ب40، ب45. لفت نظري قوي الموضوع ده، حاجات انا حافظه سعرها يعني. وهلال ونجمه عنده اقل بكتير من بره. منزلين بقى شفاشق يعني ده ب35 جنيه اللي انا ماسكه ده. لرمضان منزلين ازايز حلوه قوي، للعصاير جميله جدا جدا يعني. برضو عامله 25 جنيه حاجه زي كده، بغطا محكم يعني.
أنا بصراحة جبت منه باسكت قمامة، أعزكم الله، اللي جبته اللي هو بغطا دوّة للمطبخ. الأول عجبني ده، وبعدين قُلت أجيبه، ده ب210، في بقى ب210 وفي ب165 وفي ب175 وفي هو أغلى حاجة بصراحة ب210، يعني ما فيش أغلى من كده. ده حجمه كبير وحلو أوي، بس شُفت بقى أشكال تانية كذا شكل يعني، كنت هاخد كذا شكل، كنت هاخد المربع ده، هاسيب لكم الصوت بقى استمتعوا معايا بقى بالتسوق اللي أنا عملته ده. 75 مي الرجل بتاعت دي احلى. والله 175 ده كفاية أمان للمطبخ. ده وده كفايه الاثنين. ده بكام؟ ده شوفي رجله ده، شوفي رجله ده. إيه رأيك؟ ده حلو؟ دي رجلي احلى. دي رجله أحلى معقول؟ طب خلاص هناخد ده، تقول ده أحلى. يلا يا اشرف. ناخد لون إيه؟ في موف وفي أسود. موف الموف أهو قدام أهي. ولا ايه ولا اسود؟ براحتك. 150 150 ولا اللي آخد اللون ده؟ اسود البيج ده، اللون فاتح ده، عشان لو عملت المطبخ أبيض. ماشي. ده غير ده. بكام ده ده؟ غير ده. ده ب 175 تقريبا. اللي تحت 175؟ اشرف. اللي تحت ده أحلى. ايه؟ يا ده الرجل مش حلوة بتاعته. لا عادي هو كله كده هتلاقي كده. نعم. شوفي الرجل ده. الراجل راح فين يا مين؟ ها وعلب التلاجة هلال ونجمة برضو، كل العلب علب التلاجة. ايوه في علب عندي. دي علبة فرداني؟ لا. طب في 3 4 و4 لوحدهم ان شاء الله. دول 4؟ في مجفف الخضار. لا دول 4. بكام؟ 4 اشرف. انت مش حافظ اسعار؟ ايوه حط كده وقول لي، شركه عشان هو سعر شركة يا جماعة. تمام. 96 ب 96 العلب دي، تستحمل السخونيه. وفي دي علب بتستحمل الحرارة. حرام ميكرويف. 3 بكام دول؟ 4 بكام؟ لازم نقول بكام. بكام؟ ممكن 125 ل 4. 126. لحظه. ده الاربعه. الثانيه هتبقى دي بغطا محكم يا جماعة ب 120. تمام. تخزين حلو قوي. بكام؟ بتاخديهم تركبيهم على بعض، 1 2 3 زي ما انت عايزة. 90. ماشي. في طقم البوله ده. وريني طقم البوله ده. ايوه بكام ده؟ انا عارفه سعره بره. والله حلو. جمله لان معاه مصفى زياده. ايوه وريني مصفى زياده. فعلا 85. اخده. في مصفى فاكهه. مصفة الفاكهة دي حلوة قوي. بكام؟ ديت ممكن 65 ل 70. ب 65 او 70 مش عارف. في بتاعت مشابك هنا. في صفايه. في حاجات كتير قوي يا جماعة. انتوا هنا في المنبع. بس حضرتك تعالي. حلوة قوي. وعندكم منظفات كمان. ايوه منظفات الهلال والنجمة. الاطباق دي بكام؟ 10 اسعار بقى على حجم. شوف كده. عايز اي حجم موجوده. شوف لهم الاحجام كده. انا عشان معايا حد فمستعجله بصراحه. ب 150 الطبق الكبير الطشت ده. تمام. بساطة الغسيل. بصوا كل حاجه موجوده يا جماعه. بصوا هنا بصوا الاسعار. دي حاجات جايبيننا للعرايس يعني. بس مش شركتكم، مش مصنعكم. بس حاجه يعني. ما عندكش الليفه اللي هي بديل السلك؟ وريني كده. لا مش دي، مش قصدي على دي ولا دي. هي التانية بلو كاربونايت. ايوه دي بكام؟ 10 جنيه. السيرب بتبقى جامدة دي. ماشي. ده نعومي ده في الايدي حلو. كويس. عندهم منظفات بتاعتهم. عندهم في الشاليمو ده برضو. شاليمو وحاجات كده. فاهميني؟ كل حاجة موجودة في المصنع. في منفذ البيع.
في فرش استحمام، مم. في مقشات، في بستلات ميه. هناخد بعد اذنك باسكت القمامه. حلو اللون. الهلال والنجمه يا جماعه، احنا في الهلال والنجمه. ده الدرع ده ما بيتكسرش. ده ب45. ها كريستال حلو. بكام؟ اسماعيل الاول. 45. عصير. ده حلو العصير. بكام ده؟ بكام ده يا سماح؟ ب 54. ده ب 54. في كوبايتين جوه. ليه كوبايتين، وده اللي هو ب 35. حلو قوي. بصوا عندهم ترابيزات حلو كراسي. البلاستيك ده ده بكام؟ اللي ينفع للبلكونه. 500. ابيض يا باشا، النوعيه اللي بره اهي ابيض ابيض ماشي. الولع كنا ناخد البلاستيك. تيجي الماتش كده خلاص، ده نشيل عليه بقى اي حاجه. الغرات داخل ايه عندك؟ لا هجيبه. هتجيبه لسه؟ هنجيلك امتى تاني؟ يلا خلاص هتجيب. لو فيها حاجه طيب ماشي. ده تقريبا ده طبليه مش طبليه. ده 430 و450. 430 450. ده طبليه يا جماعه. وده ترابيزه 410 410 440. و440. ودول برضو ترابيزه. الهلال والنجمه. هنا منفذ بيع المصنع. في مقاس خلص اللي هو 120 ال 120. كبير. تمام. وريني. بص على اليافطه بره الرقم الساخن، عندك الرقم الساخن على الباب فوق. تمام. ايوه الرقم الساخن بتاع الهلال والنجمه. ازاي؟ ده تبع سالم الهلال نفسه. ايوه. ده حاجه امين هدايه. ابنه دلوقتي يوسف، انا مش عارف يبقى الحاجات دي بقى. اه بص، انا بقول لك اهو. انا صورتك. الذهبيه اخوه احمد خالد. هو بيشرح لنا عيلة الهلال والنجمة. بصوا يا جماعة بجد المعرض جميل ومليان ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي ما شاء الله. بصوا اعمل له خصم. هياخد البيبي ديسك ده. بصوا يا جماعة البيبي ديسك دي بكام؟ ده اللي هو 525. عايز الطم ده؟ 525. اللي هو ودي الطبلية صح؟ بصوا يا جماعة في الستاند ده. بصوا خلاص يا ابني، جميل قوي. ايه يا جدعان فيش مشاكل. ودي بكام لو سمحت؟ دي بكام؟ 365. 4 دول. ودي حلة رز باين ولا ايه دي؟ عندهم حاجات زي كده يا جماعة. بصوا يا مجدي سيبك من دلوقتي، تعالى يا مجدي. هات القطر معاك. وريني. ده حمل كيك. حلو قوي. بصوا ايمان بقت قمر ازاي؟ ما انت اللي طلعتي ايدك. انت اللي طلعتي ايدك. بص دي يا ماما. قولي له بكام القطعة دي؟ بكام القطعه الصغيره دي؟ 115. والكبيرة؟ ده الكبير حمل كيك ب 200. مفيش قطعة كبيرة؟ لا. شوف عندهم مشابك هناك اهي. حتى المشابك يا جماعة عندهم كل حاجه تخص النظافه وحب النظافه. حب النظافة. دي 75 حاجه. 75. طب والمقشرة دي اللي هي دي 40 ممكن. ب 40 جنيه. في الشيلين حلوة. حلوه برضه حاجه 70. عندهم برضه حاجات الاستانلس حلوة قوي. احنا خدنا اللمامة الأربعة دي جميلة حلوة. مش عايزه اجربها مقشر. ما عندنا. مش عايزة تجددي كل المنظفات. حاسه ان انا بفرش بيتي. فرشهولك يا حبيبتي عقبال ما نفرش لك بيتك يا حبيبتي.
مش عايزة دي؟ هنا بقى كانوا بيجمعوا الحاجة اللي احنا خدناها. اللي معانا أخدوا طقم العروسة ده لقوه ب1200. الطقم ده بره يعني كان أغلى من كده وفتحوه لنا جميل من جوه، في حاجات كتير قوي بسم الله ما شاء الله. الطقم الأصلي والعصيان بتاعته حلوة قوي، العصيان المقشات اللي جوه، وما شاء الله المكان حلو جدا لعروسة بتجهز حاجاتها من البلاستيكات والمنظفات أو أدوات التنظيف زي ما إيمان بتقول. وبجد هيعجبكم جدا وهيبقى إضافة حلوة قوي ليكم. هاسيب لكم عنوان الحوض ومنفذ الهلال والنجمة الذهبية كلهم في التعليقات، بالعناوين بالأرقام بكل حاجة. إن شاء الله تروحوا وتجيبوا كل حاجة نفسكم فيها، والعرايس اللي عايزين يجهزوا يروحوا يجهزوا من هناك. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.